السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم اكلة حلوة وسريعة كده وغير مكلفة خالص. هنعمل المكبكة الليبية، بس مش هنعملها بلحمة. هتبقى حاجة سهلة كده بالحاجة اللي موجودة في البيت. والله هتبقى احسن مبكبكة انتوا دوقتوها في حياتكم، ده لو كنت عملتها قبل كده يعني. يلا نروح مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. هنجيب بصلة كبيرة نعملها شرايح، نقطعها شرايح وننزل عليها بايه، نص قرن فلفل احمر الوان ونص اصفر وقرن شطة حراق، ونخليهم مع بعض كده نتبلهم كويس لغاية ما الفلفل يميل على السوا كده. نفضل نتبل فيهم، وبعدين ننزل عليهم بعصير الطماطم فرمين. يعني احنا هنعمل كيسين مكرونة ولا هنفرم ايه، اقل من كيلو طماطم كده، كيلو الا ربع طماطم. هننزل عليهم ويتسبكوا، وتبقى الصلصة حلوة كده، بس مش نخليها تقيلة، يعني تبقى خفيفة وحلوة كده. نخليها كويسة لغاية ما تتسبك، وبعدين هننزل عليها بالبهارات بتاعتها. والبهارات ديت عبارة عن ايه، عن فلفل اسمر مع نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، ونص معلقة شطة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة ناعمة تكون مطحونة، ومعلقة ملح ونص معلقة كمون. وننزل عليها بالبهارات، نسيبها شوية تاخد وتدي كده مع بعضها شوية، وبعدين ننزل عليهم بالمكرونة. وانتوا شايفين المكرونة بسم الله ما شاء الله شكلها وطعمها بقى وريحتها جميلة، مش هقول لكم عليها. هتدوقها انتوا وتحكموا